انا هقول لك ازاي البت دي بتحبك ولا لا. هقول لك الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. البنت دي يا جدعان يعني ايه؟ طريقه افعالها غير شكلها، غير اللي بيبان عليها. اصل ليها طريقه فعل وليها شكل وحياه معينه. يعني مثلا بتكلمك تبان عليها اللي دول يا اخواتي احسن كائن في الدنيا كلها. يعني ايه؟ كائن رقيق كده. دول بتعرفهم من رد فعلهم، بتعرفهم من ايه؟ من نواياهم. يعني واحد بيقول لك البت دي بتعاملني وحش كده، البت دي ما بتحبنيش. لا، البت دي بتعاملك وحش عشان انت عملت حاجه معينه استفزتها، بس هي البت دي من كل قلبها انها بتحبك. انا اقول لك تعرف ازاي البت دي بتحبك ولا لا. اول حاجه لما تخش مكان عام، مثلا تخش مناسبه فرح والكلام ده، هتلاقيها كل شويه بتبص عليك. يعني بص، انت بس الملفت نظرها في الفرح كله. كل شويه بتبص عليك. مثلا انت تكون مكلم صاحبك ولا قريبك وفجاه تبص عليها تلاقي ايه كانت بصت عليك وايه بدات تبص الناحيه التانيه. يبقى البت دي معجبه بيك يا معلم. تاني حاجه، بتنبسط لما انت بتبقى موجود. يعني إيه بتنبسط لما انت بتبقى موجود؟ لما بتشوفك قدامها هي بتفرح من قلبها، بتفرح وبتيجي تتكلم معاك وتهزر معاك وتضحك معاك والكلام ده كله. لازم تلاحظ الكلام ده كله. دي تاني حاجه. تالت حاجه، لما بتتكلم معاك بتلاقيها بتحط ايدها على شعرها، بتظبط نفسها، بتظبط لبسها والكلام ده كله. دي عشان تلفت نظرك. ورابع حاجة، بتهتم بنفسها كويس جدا، واي مناسبة بتجمعكم لازم تكون مهتمة بنفسها وبتلبس لبس شيك عشان تلفت، يعني تلفت نظرها. هي تلفت نفسها ليك عشان تقول لك انا بحبك والكلام ده. وهي اصلا بتحبك. يعني مثلا انت كلمتها وعملت لك بلوك، البلوك ده مش هي بتحب تكرهك ولا الكلام ده. البلوك ده مش هي بتكرهك ولا الكلام ده. البلوك ده بيبين انها بمقياس انها بتحبك وبتغير عليك، بس انت دخلت لها دخله غلط، كلمتها غلط الكلام ده. ترجع تتاسف لها تاني وبعدين تكلمها صح، عشان البنت دي محترمه. يعني ايه محترمه؟ ممكن ما بتحبش التليفونات، تلغي التليفونات، الكلام ده الشات. تدخل لها من بيتها. يعني انت تدخل لها من بيتها ان انت تقدم لها والكلام دوت. البنات دول يا جدعان يعني بصوا، يعني بيبان عليهم جامد جدا، بيبان عليهم جامد جدا. مش تقول لي دي ما بتحبكش، تقوم امك تقول لك اه اخطب لك البت دي، تقول لها ده البت دي ما بتحبنيش والكلام ده. لا، البت دي لازما زي المواصفات اللي بقولها لك دي لازما تشوف على البت دي. لو المواصفات دي تتطابق عليها يبقى هي بتحبك. وهنا خلصت حلقتنا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لايك واشتراك، وانتظر كل جديد. السلام عليكم.